على فكرة يا جماعة، ما تستهونوا بالدعاء، ده اللي اختم بيه، ما تستهونوا بالدعاء في العشر الأوائل. دعاء العشر الأوائل مستجاب، دعاء العشر الأوائل لا يرد. دي الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها واسألوا الله من فضله، كأنه بيقول أيوة دلوقتي اسألوني. يا هي الآية دي نزلت في العشر الأوائل، نزلت في العشر الأوائل واسألوا الله من فضله والله ذو الفضل العظيم. اسألوني كمان كأن ربنا بيقول لك علي السقف، علي سقف الطلبات، علي سقف الدعاء. فنية تحولت لدعاء، وكبر سقف الدعاء، احلم واتمنى واطلب من ربك. ده الأيام دي ويوم عرفة اللي النبي قال فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاء يوم عرفة ما يرجعش أبدا، دعاء يوم عرفة مستجاب. كان أصحاب رسول الله. أنا عايزك تكبر جوه قلبك إن دعائك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد ومساء الفل لو بتشوفيني طبعا على حسب التوقيت اللي بتشوفيني فيه. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبدأ بقى فيديو ما بعد العزومة أو ما بعد أي كذا أكلة بتعمليها في المطبخ، بغسيل طبعا المواعين، وإن احنا نشطب غسيل المواعين. طبعا لو أول مرة تشوفيني، أنا أختك سحر، دي قناتي قناة روتينات. ان شاء الله الفيديوهات تعجبك. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا مبسوطه جدا، الفيديوهات الحمد لله ابتدت تشاف نوعا ما اكتر من الاول. مستنيه بقى تشجيعكم كده ودعمكم ليا بالكومنتات واللايك والاشتراك في القناه. طبعا احنا في ايام مفترجه زي ما قلنا قبل كده، فنكسر فيها الدعاء، وبالذات لاي حد عنده كرب، وبالذات زي ما طبعا شوفنا كده في امبارح في اسكندرية. ربنا يا رب يجيرنا من فواجع الأقدار أو الفواجع الغفلة. يعني الإنسان أضعف مما يكون. يعني أنا مش عايزة ده روتين تشجيعي عشان لو بعد كده لو عندك عزومة تقومي كده، أو لو عندك مواعين تقومي تغسليها. فمش عايزة أقلب مود الفيديو، بس يعني بجد عشان نعرف بس قد ايه البني آدم ضعيف. واللجوء لربنا في كل توقيت افضل شيء البني ادم يقدر يعمله. نستفاد كده، نشجع بعضنا، وبشجع نفسي معاكم والله. ان احنا كده اللي ما بتصليش تصلي، اللي ما بتدعيش تدعي. افضل وقت يعني بجد ندعي لربنا في التوقيت ده من دلوقتي. ابتدي لو في حاجة غلط في حياتك ابتدي انك تصلحيها. وانا معاكم، انا بكلم نفسي معاكم. اي حاجة غلط في حياتنا نبتدي نعملها، ايا كانت حاجة صغيرة، نبتدي ان احنا نبطل ان احنا نعمل العادة الغلط دي او الحاجة اللي بتبعدنا عن ربنا. ودايما ندعي ان احنا يا رب كده يولينا الصالح طبعا في اي حاجة بنعملها. وندعي دايما بالهداية لينا وولادنا، وان ربنا كده يقربنا من كل عمل يقربنا ليه، ويبعدنا عن كل اي عمل او اي فعل يبعدنا عنه. احنا شفنا ان في اقل من نص ساعة في اسكندرية الدنيا اتدمرت. فبجد ربنا يا رب يرحمنا برحمته، وندعي لنفسنا دايما. احنا في ايام خير، ايام بركة، ايام رزق. ودول العشرة الكرام اللي ربنا اقسم بيهم. فربنا يا رب كده يجعلنا كده من الناس اللي يغفر لنا فيها ذنوبنا ويبدل لنا احوالنا لافضل ان شاء الله. هنا بقى كان ايه، ده كان تاني يوم. ومعلش بقى ان انا رغيت في اول الفيديو شوية. هنا كان بعد العزومة بيوم المية للأسف كانت عندي قطعة. فهو ده اللي عمل معايا الدربكة. بس طبعا يعني الواحد كده كده طبيعة الحال بعد يوم طويل بتحضري فيه وبتظبطي فيه أكل للناس كانت عندك أو مثلا لولادك في البيت، فممكن في أوقات كتير مش بنقدر إن احنا نشطب المطبخ في يومها يعني. فسميت كده الله واستعنت بالله، قمت صليت الحمد لله، وبعدين دخلت بقى على المطبخ شطبت كل المواعين. ابتديت كده بس وحياة ربنا شفته في الاول البرويتا اللي انا لفيتها دي في الاول المطبخ. انا كده بقى طبعا، بس ايه بعد كده قلت لا، كنت صورت معاكم من الاول اللي هو اي زيادات في الاطباق كنت لميتها. اي حاجه مكان الاكل مثلا ما حدش هياكلها، ف اللي هي خلاص كده مش هينفع حد ان هو ياكلها تاني او انت تقدميها لحد والكلام ده كله. فرميتها بقى وربنا يسامحنا ويغفر لنا. انا عارفه ان في مثل بيقول يعني لم اللقمه تلمك، او ان انت مثلا حاجه زي كده. بس هو كان يعني الدنيا في اكل غصب عن الواحد
بيبقى طبعا مش هينفع حد ياكله، فطبعا بتضطر ان انت ربنا يسامحنا نرميه. او مثلا لو في مثلا طيور او الكلام ده كله ايه الطيور بتاكل الحاجات دي، فايه زي ما بيقولوا كده اهالينا زمان بتاخد حسنة البيت يعني. ف يعني او مثلا جارة عندها طيور او حاجة تبتدي ان انت تديها لها. وكنت بقى كده قلت بقى ادخل اشطب المطبخ. ده روتين تشجيعي بصوا درجة اولى. اي نعم هو ما فيهوش حاجات كتير غير غسيل مواعين، بس انا هتكلم عن نفسي. انا واحدة من الناس قبل ما افتح القناة كنت اجيب كده اي فيديوهات لغسيل المواعين واشغلها قصاد مني وافضل كده ايه اتفرج، حتى لو مش شايفة كويس بس بسمع ان هي بتغسل المواعين، فاقعد انا كمان ايه بتشجعني ان انا اقوم بصراحة انضف المطبخ عندي واغسل كل المواعين اللي موجودة في المطبخ عندي. فبصراحة بتشجع قوي كنت بالروتينات دي، والى الان طبعا عندي القنوات اللي بتفرج عليها. وبتفرج طبعا بقيت على نفسي واشجع كده نفسي واقوم اخلص اللي ورايا عشان طبعا الدنيا ما تتدربكش. كان نفسي اصور معاكم اكتر من كده والله، بس انتوا عارفين لما يكون في حد عندكم طبعا بيبقى التصوير صعب في اي حاجة بقى. عايزه اقول لكم انه كان يوم جميل قوي بالنسبه لي وبالنسبه لولادي الحمد لله. آه، اللمه حلوه، لمه الناس حلوه طبعا، الناس الكويسه. نحاول بقدر الامكان زي ما قلت لكم اول فيديو نغتنم طبعا الايام الحلوه دي وايام الخير والبركه دي، ان احنا ايه نعمل فيها كل الخير اللي ربنا كده يا رب يقدرنا عليه. آه، ندعي لولادنا وندعي لنفسنا. قلنا في اول الفيديو ان بجد الانسان يعني في ثانية الا ربع، في ثانية الا ربع ممكن يعني يبقى في حتة تانية خالص. سبحان من ايه من يغير ولا يتغير. آه فقلت اشجع نفسي واشجعكم كده بايه بالروتين ده. في اوقات كتير بصراحة وانا ببقى بعمل فيديو مبقاش عارفة اتكلم معاكم في ايه. بقعد افكر كده كتير قبل ما امسك الفيديو ومنتجه. طب اتكلم معاهم في ايه؟ طب هل مثلا الناس اللي بتسمعني متقبله كلامي، متقبله مثلا رغي اللي انا برغيه، متقبله اي كلمه بقولها؟ فبجد يا رب كده تكونوا بتتبسطوا بالفيديوهات والكلام اللي بقوله، يعني حتى لو نصيحه صغيره بتاخديها مني كده. ربنا يا رب كده ايه يعني يجعلنا دايما بننصح بعض في الخير. عايزه اقول لكم كمان انا بمنتج لكم الفيديو ده الصبح بدري جدا، يمكن مش عارفه واضح على صوتي ولا لا، يا رب ما يكونش واضح قوي. وهنزل الشغل. الموضوع مش اسهل حاجه ومش احلى حاجه زي ما انا كنت متوقعه، بس هو الحلو التشجيع فيه بصراحه. فيا رب كده يكون يعني كل شويه اقول لك يا رب الفيديوهات تكون تعجبكم بجد والله. بتمنى طبعا ان هي تعجبكم. واتبسطت اول الفتره اللي فاتت دي لما لقيت يومين ثلاثه اللي فاتوا دول الفيديوهات ابتدت ال يعني اسمها ايه، ان الفيديوهات تتشاف اكتر. ان يبقى في مثلا كانت الاول مثلا بيشوفني مثلا ايه في 20 الفيديو يجيب 50، فلما بيجيب اكتر من كده بصراحه ده انا بتبسط قوي. لما بلاقي كومنت في حد انا معرفوش باعت لي بيقول لي تسلم ايديكي، او بيقول لي لا حلو مش عارفه ايه، بصراحه بتبسط قوي. فكتر من الحاجات دي بجد بتدعم النفسيه مش قادره اقول لكم. بس بصراحه هنا كان المطبخ هنا يا نهار ابيض، كل ما افتكر شكل المواعين وشكل الحاجه الواحد لا يعني ربنا يا رب يعني بجد ربنا يكرمنا يا رب. كل ست بيت بتتعب مش شرط في عزومة او في حاجة، يعني مثلا كل ست بيت مثلا بتقوم تحضر لولادها الفطور، بتقوم تحضر لجوزها الاكل، بتقوم انتوا يعني احنا لسه منظفين تنظيفات، احنا طول الوقت بننظف. ولسه طبعا تنظيفات العيد انا لسه بصراحه انا يعتبر خلاص نظفت الشقه كلها على الفرش وحاجات كده بسيطه ان شاء الله تتعمل. بصوا البوتاجاز هنا، عايزه اقول لكم وحياه ربنا انا طول ما انا كنت شغاله في الاكل كنت ايدي فيه. كنت شفته في الفيديو اللي فات حتى لما اللبن فار مني مسحت وغسلت مطرح اللبن لما فار عشان خاطر البوتاجاز ما يتبهدلش. فبصراحة ربنا يا رب يعين كل ست بيت وكل حد مسؤول عن أسرة راجل أو ست في تربية الولاد، سواء بقى في بيت في شغل في أي حاجة. نحاول كده نشجع بعض.
بالفيديوهات الحلوة دي اللي هي روتينات بتكون تشجيعية، انا بحبها قوي. يا رب انتوا كمان تحبوها. وهنا الحمد لله كنت خلصت بقى المواعين. مش قادرة اقول لكم انا ضاربة الفيديو ده في قد ايه السرعة بتاعته، عشان ما ارغيش معاكم كتير، لان الفيديو ما فيهوش حاجة غير ان انا بغسل فيه المواعين. وهنا بعد ما خلصت خالص، خلصت وشطبت الدنيا، لقيت بقى ان انا مش واخده بالي من الخلاط ده. بس طبعا مش هسيبه بقى، قلت لا خلينا اخلص بقى واخلص من المطبخ. وهنا بقى الحمد لله الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الزر عشان يوصلك كل جديد. وطبعا لو وصلت معايا لغايه هنا شكرا شكرا جدا. دمتم في رعايه الله. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير باذن الله كده اقوى من دي. والسلام عليكم. باي باي.